بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، فرج عن أهلنا وإخواننا في غزة يا رب العالمين وفي سائر بلاد المسلمين. وبعد أيها الإخوة، كنا بدأنا الكلام في الدرس الماضي عن مبطلات الصيام، وقلنا المبطلات قسمان: ما يبطل ثواب الصيام، وهذه تسمى المحبطات، المعاصي كالغيبة والنميمة وأكل الحرام ونحو ذلك. نعم. القسم الثاني ما يبطل أصل الصيام. الأول يبطل ثواب الصيام، الثاني يبطل أصل الصيام وهي المفسدات. وشرعنا بالكلام عن المفسدات، وذكرنا ونلخص تعدادا مفسدات الصيام: الردة عن الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى، الردة إن وقعت في نهار الصيام أبطلته، كذلك الحيض والنفاس والولادة بالنسبة للنساء لو طرأ ذلك في أثناء الصوم، والجنون ولو لحظة من النهار يفسد بذلك الصوم، والإغماء قلنا الإغماء أن يكون مستغرقا لكل اليوم فيفسد الصوم بذلك. أما إذا أفاق لحظة مع سبق نية صحيحة من الليل فصيامه صحيح كما بينا ذلك. أيضا من المفطرات الجماع عامدا مختارا، فهذا الجماع في نهار رمضان كبيرة من الكبائر عياذا بالله، فيترتب على الجماع في نهار رمضان ذاكرا مختارا، يعني غير ناس ولا مكره، يترتب على ذلك الإثم ويجب التوبة لأن هذا من الكبائر، والإمساك بقية اليوم، وأن يمسك بقية اليوم. نعم، ولا يأكل ويشرب ويقول خلاص أنا فسد صومي، لا، يجب عليه الإمساك ويجب عليه قضاء هذا اليوم، ويجب عليه فوق ذلك الكفارة. والكفارة كما قلنا على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، لم يجد صيام شهرين متتابعين، الآن يتعين الصيام لأنه لا يوجد الرقاب، فلم يستطع الصيام إطعام 60 مسكينا، والكفارة على الترتيب عند الشافعية وجمهور العلماء، يعني لا ينتقل إلى خصلة إلا إذا عجز عن التي قبلها، وهكذا. وقلنا بأن الكفارة عند الشافعية تختص بالإفطار بالجماع، لكن عند الحنفية والمالكية الكفارة بكل ما فيه انتهاك لحرمة الشهر من جماع، من أكل وشرب، مما يتغذى به أو يتداوى به أو يتلذذ به. نعم. والكفارة قلنا عند الشافعية تجب على الرجل دون المرأة على المعتمد في المذهب، لكن عند جمهور العلماء تجب على الرجل والمرأة المطاوعة أيضا، فيما لو انتهكت حرمة الشهر بالجماع في نهار رمضان عياذا بالله تبارك وتعالى. وطبعا الكفارة تختص بالإفطار في رمضان، أما لو أفطر في غير رمضان بالجماع مثلا ولو كان في قضاء أو صيام واجب فلا كفارة، يفسد الصوم ولكن لا كفارة فيه. إذا الكفارة تختص بانتهاك حرمة الشهر، شهر رمضان عياذا بالله تبارك وتعالى. والكفارة عند الشافعية تتكرر بتكرر الأيام، يعني لو أنه جامع في أكثر من يوم فيصبح عليه كفارة عن كل يوم، نعم. وعند السادة الحنفية الكفارة تتداخل، إذا ما كفر عن المرة الأولى فتتداخل ويخرج كفارة واحدة. إذا حصل منه هذا الأمر أكثر من مرة ولم يكفر فعليه القضاء، وعليه أيضا كفارة واحدة، لكن عند الشافعية عليه عن كل يوم كفارة. إذا أفطر في عدد من الأيام مثلا عن كل يوم كفارة. طبعا الكفارة كما قلنا إذا كانت بالجماع عند الشافعية، لكن عند الحنفية والمالكية بكل ما فيه انتهاك لحرمة الشهر. وتكلمنا عن مسألة دخول شيء إلى الجوف، عين إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذكرنا ضابط العين والجوف والمنفذ المفتوح. الآن وصلنا إلى الكلام عن المفطر من المفطرات، المفطر السابع، وهو الاستمناء وهو طلب خروج المني.
فإذا الإنسان أخرج منيه وقضى شهوته بذلك، خروج المني بأي طريقة كانت، إذا كان متعمدا لإخراج المني بأي طريقة كانت، فإن صومه يفسد وعليه القضاء فقط دون الكفارة إذا كان الإنزال حصل بغير جماع. فإذا حصل استمناء بأي طريقة كانت فيجب عليه القضاء، فسد صومه وعليه القضاء، ولا كفارة عليه هنا عند الشافعية والحنفية وجمهور العلماء، إلا عند الإمام مالك عليه الكفارة في هذه الحالة. ومن هنا تأتي مسألة مباشرة الرجل لامرأته. لو أن الرجل باشر امرأته فقبلها ومسها من غير حائل وخرج منه المني، هنا يفسد صومه ولو لم يكن قاصدا خروج المني، ولو لم يكن قاصدا الاستمناء. إذا باشر الرجل امرأته من غير حائل، كأن جسها ولمسها وقبلها فخرج منه مني، فإنه يفسد صومه وعليه القضاء. طيب هنا يأتي المسألة: ما حكم قبلة الصائم؟ هل يجوز للرجل وهو صائم أن يقبل زوجته مثلا، أو يمسها أو يجسها من غير حائل؟ العلماء قالوا هنا نفرق بين أن تكون القبلة تحرك شهوته، قال إن حركت شهوته حرمت، وإن لم تحرك شهوته لم تحرم، ولكنها خلاف الأولى أن يترك ذلك. والمراد بتحريك الشهوة خوف الإنزال، والمراد بتحريك الشهوة ماذا؟ أن يخاف الإنزال. وبالتالي إذا كان الإنسان يخشى من القبلة أن ينزل يحرم عليه ذلك. لا، إذا كان يأمن على نفسه الإنزال، يأمن أنه إن قبل لن ينزل لن يمني، فإنه في هذه الحالة لا تحرم عليه القبلة ونحوها، لكن هي خلاف الأولى تركها. نعم. لكن بالنسبة لفساد الصيام، سواء قلنا تحرم أو هي خلاف الأولى، في الحالتين لا يفسد صومه إلا إذا حصل إنزال. يعني في الحالة الأولى إذا كان يخشى على نفسه الإنزال، لو أنه فقبل ولكن لم ينزل، نقول هذا يحرم، لكن لا يفسد صومه لأنه لم ينزل حقيقة. نعم. إذن أعيد مرة أخرى: بالنسبة للقبلة إن حركت شهوته يعني خاف الإنزال يحرم عليه أن يقدم، لأنه سيعرض صومه للفساد. وإن أمن على نفسه ما رح ينزل فقبل، جائز ليس حراما، لكن خلاف الأولى ترك ذلك، لأن الأفضل للصائم أن يترك الشهوات كلها في أثناء الصيام. المفطر الثامن عندنا الاستقاء. القيء عمدا يفطر. لو الإنسان تعمد القيء فخرج منه قيء ولو كان قليلا فإنه يفطر بذلك. أما إذا غلبه القيء ذرعه غلبه لم يكن باختياره فإنه لا يفطر بذلك، ولكن فمه تنجس هنا بالقيء، فعليه بعد أن ذرعه القيء أن يسارع إلى غسل فمه، ولا يبتلع شيء من بقايا القيء في فمه، إنما يغسل فمه مباشرة ويبالغ في غسل فمه. ويبالغ هنا لماذا؟ لأن المبالغة هنا لإزالة النجاسة. وفي هذه الحالة لو خطأ سبقه شيء من الماء إلى الجوف خطأ فإن صومه لا يفسد. هذا خلاصة ما يتعلق بالاستقاء. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، صيامه صحيح. من استقاء عمدا فعليه القضاء في هذه الحالة. طبعا لا يجوز أن يستقيء عمدا لغير عذر، لغير مرض يبيح الفطر. أما إذا مرض مرضا شديدا بحيث يعني أبيح له الفطر بالمرض على الضابط الذي ذكرناه في الدروس الماضية، فإنه ممكن في هذه الحالة أن يستقيء عمدا ويكون في حكم المريض ويقضي في هذه الحالة. طيب الآن إخواني عندنا أقسام الصيام من باعتبار ما يلزم الأقسام الإفطار باعتبار ما يلزم بسببه. يعني الآن إذا الإنسان أفطر، أحيانا الإفطار
يوجب عليه القضاء والفدية، وأحيانا يوجب عليه القضاء دون الفدية. إذن عندنا أقسام 4. القسم الأول هو ما يلزم فيه القضاء والفدية، ما يلزم فيه القضاء والفدية. إذا أفطر ضابط في ذلك لخوف على غيره، إذا أفطر لخوف على غيره من أجل غيره، فإنه في هذه الحالة يلزمه القضاء والفدية. طيب متى يفطر الإنسان خوفا على غيره؟ هذا في حالة الحامل والمرضع. الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الرضيع أو الجنين، خوفا على الرضيع أو الجنين، يعني هي تقوى على الصوم. الحامل مثلا أو المرضع هي لو صامت عندها قوة على الصيام، لا تلحقها مشقة بالصيام، لكن إن صامت سينقطع حليبها عن الرضيع. إن صامت الحامل سيؤثر صيامها على الجنين في مرحلة من مراحل الجنين، وبشهادة الطبيبة مثلا، أو يعني حصل ذلك بتجربة، أو لابد هنا من استشارة الطبيب المختص في ذلك. إذا كان الفطر من الحامل والمرضع بسبب الولد، فهنا تفطر وعليها القضاء وعليها الفدية. طعام مسكين عن كل يوم، مد عن كل يوم. إذن متى الحامل والمرضع عليها القضاء والفدية؟ إذا كان سبب الفطر هو الجنين أو الرضيع، إذا كان سبب الفطر الجنين أو الرضيع. أما إذا كان سبب الفطر نفسها أنه سيلحقها بالصوم مشقة، هي حامل لكن إذا صامت سيلحقها مشقة شديدة كالمريض، كذلك المرضع إذا صامت مع الإرضاع سيلحقها ضعف شديد، مشقة شديدة كالمريض، ففي هذه الحالة تفطر وتقضي ولا فدية عليها. طيب إذا كان سبب الفطر هو الأمران، يعني ضعفها الشديد وأيضا الخوف على الولد، حصل الأمران، فطالما حصل الأمران فلا فدية عليها. الفدية حصرا إذا كان سبب الفطر هو الرضيع أو الجنين، أما هي قادرة على الصيام، في هذه الحالة نقول يجب القضاء والفدية. كذلك قالوا من أفطر لإنقاذ شخص معصوم، لينقذ مسلم يشرف على الهلاك، وتعين إنقاذه بأن يفطر هذا الإنسان اللي بده ينقذه، فأفطر من أجل إنقاذه من الهلاك، فهنا عليه القضاء وعليه ماذا؟ وعليه الفدية أيضا، عليه القضاء وعليه الفدية في هذه الحالة. إذن هذه الحالة الأولى في أقسام الإفطار من حيث باعتبار ما يلزم بسببه، ما يلزم فيه القضاء والفدية. الحالة الثانية أيضا عندنا ما يلزم فيه القضاء دون الفدية، لكن عندنا صورة أخرى أيها الإخوة في وجوب القضاء مع الفدية، وهي إذا الإنسان أفطر عليه أيام من رمضان وأخر القضاء إلى أن دخل رمضان القابل. في هذه الحالة إذا الإنسان عليه قضاء وأخرها إلى أن دخل رمضان القابل مع إمكان أن يقضيها، يعني كان في إمكانية حتى يقضي هذه الأيام، لكن قال أنا أؤجل، فأجلها حتى دخل رمضان الذي بعده، في هذه الحالة يلزمه القضاء ويلزمه الفدية أيضا عند سادة الشافعية وجمهور العلماء. إذن القضاء والفدية. لماذا؟ لأنه على قول جمهور العلماء لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان القابل، لا يجوز هذا التأخير، فإذا أخره من غير عذر هنا في هذه الحالة لزمه القضاء ولزمه الفدية أيضا، الفدية طعام مسكين عن كل يوم. لكن إذا استمر عذره لم يتمكن من القضاء، وهذا يحصل كثيرا للنساء الحوامل مثلا، النفساء، وكان عندها مثلا النفاس وحالة الإرضاع وكانت ضعيفة لا تستطيع الصيام واستمر العذر إلى رمضان القابل، في هذه الحالة عليها القضاء فقط ولا فدية عليها. إذن الفدية هي مع تعمد التأخير إلى ما بعد رمضان القابل، مع إمكان القضاء. أما إذا ما أمكن القضاء واستمر العذر إلى رمضان القابل، فإنه في هذه الحالة لا تجب الفدية ويجب فقط القضاء. كذلك إخواني لو كانت
هذه المرأة أو هذا الرجل يجهل حرمة تأخير الصيام. يعني ممكن إنسان يقول أنا علي أيام من رمضان الماضي ودخل رمضان الآن ولم أقضها، لماذا؟ والله لا أعرف أن هذا حرام. هذا يحصل لكثير من العوام من الناس. إذا كان الإنسان يجهل حرمة تأخير القضاء فلا فدية عليه، كما نص عليه بعض المحققين من فقهاء الشافعية، لأن العوام يعذرون في هذه المسألة لأنها تخفى، بل وفيها خلاف. لأنه عند السادة الحنفية القضاء على التراخي، القضاء على التراخي، حتى الإنسان لو أخر قضاء ما عليه من أيام رمضان لما بعد رمضان القابل فإنه لا فدية عليه عند الأحناف مطلقا، لأن القضاء عند الأحناف على التراخي. طيب النوع الثاني إخواني ما يلزم فيه القضاء دون الفدية. الآن يلزم القضاء دون الفدية، وهو لو أن الإنسان تعدى بفطره مثلا، تعدى بفطره بغير الجماع، أكل شرب متعمدا غير ناسي غير مكره، فإنه في هذه الحالة يلزمه القضاء دون فدية. ولكن كما قلنا عند الحنفية والمالكية يلزمه القضاء والكفارة إذا تعدى بفطره منتهكا حرمة الشهر الفضيل عياذا بالله تبارك وتعالى. كذلك المغمى عليه، إذا إنسان أغمي عليه طول النهار فإنه عليه القضاء ولكن لا فدية عليه. وكذلك لو أن الإنسان نسي النية، لو أنه افترضنا ذهل عن النية طول الليل وشغل بأمر ونسيها وأصبح صائما، في هذه الحالة يمسك ولكن عليه القضاء في هذه الحالة. طيب عندنا أيضا حالة ما يلزم فيه الفدية دون القضاء، ما يلزم فيه الفدية دون القضاء. من هؤلاء؟ قال هذا الشيخ الكبير الهرم اللي ما عاد يقوى على الصيام أبدا، لا صيف لا شتاء، فهذا صار الواجب في حقه الفدية ما الصيام. كذلك المريض مرضا مزمنا، المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه لا يرجى شفاؤه، نعم، هؤلاء الواجب في حقهم الفدية، طعام مسكين عن كل يوم مد، قدرناه سابقا قلنا حوالي مثلا 700 غرام من الأرز أو كيلو من الأرز عن كل يوم. عند الأحناف الفدية بالنسبة للشيخ الكبير العاجز عن الصوم والمريض مرضا مزمنا الفدية مقدار كالفطرة عندهم، الفدية كالفطرة. كم قدرنا الفطرة؟ نقدر الفدية عند الأحناف، لكن عند الشافعية لا، هي أقل من ذلك، هي مد من غالب قوت البلد كالأرز مثلا، حوالي الكيلو مثلا من الأرز. طيب لو أن الإنسان كان مرضا مزمنا أو شيخا كبيرا لا يقوى على الصيام وأصبح يفطر رمضانات كثيرة ثم قوي بعد ذلك، الله عز وجل شافاه في البداية مرضه مرض مزمن، الطبيب قال له أنت خالص ما بيصير تصوم أبدا ومرضك مزمن دائم، لكن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء، ممكن هذا الإنسان ينقلب حاله فيصبح قادرا على الصيام. هل يجب عليه هنا قضاء ما فاته من هذه الأيام؟ عند الشافعية كما نص المحققون أنه لا يجب عليه في هذه الحالة، لأن الواجب في حقه صار الفدية للصيام، إذا بعد ذلك صار قادر على الصيام يعود إلى الصيام لكن لا يقضي ما مضى. أما عند الأحناف فيجب عليه قضاء ما مضى، وهذا إذا طالت به الأيام فيه مشقة شديدة. فلذلك مذهبنا يقول بأنه لا قضاء عليه، لكن بعد تحقق العجز الدائم. ما يأتي كما نبهت إلى هذا مرات، يعني بعض الناس ممكن مرضه يطول فيظن أنه خلاص أنا أخرج الفدية، لا، الفدية لا تخرج بالمرض الذي يرجى برؤه ولو طال هذا المرض، إنما الفدية تلزم بالمرض الذي لا يرجى برؤه حسب المعطيات وتقرير الطبيب الآن. لكن بعد ذلك إن حصل أمر واستطاع الإنسان أن يصوم وعادت له صحته بقدرة الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة يقول الشافعية بأنه لا قضاء عليه لما مضى في هذه الحالة. نعم. وما لا يلزم فيه القضاء ولا الكفارة الجنون، إذا الإنسان جن في رمضان، عرض له جنون طارئ لبعض أيام رمضان مثلا، أو كان مجنونا ثم أفاق، فإن فترة الجنون لا قضاء فيها على المجنون، المجنون لا يقضي ما فاته من أيام رمضان. والجنون كما قلنا لحظة من النهار يفسد الصيام، ولكن لا قضاء فيه إلا إذا تعدى المجنون، أخذ دواء في الليل إلى آخره ليذهب عقله، فهذا في هذه الحالة يلزمه القضاء كما سبق أن أشرنا إلى هذا في شروط الصلاة. طيب عندنا حالات الآن أيها الإخوة
يجب فيها القضاء مع الإمساك. يعني الآن في حالات يفطر فيها الإنسان، لكن نقول يجب عليك أن تمسك بقية اليوم وتقضي. هذه الحالات الأول من تعدى بفطره. إذا إنسان تعدى بفطره أفطر متعمدا من غير عذر، نقول له يجب عليك الإمساك وفسد صومك طبعا وعليك القضاء. لكن ما يأتي يقول خلص أنا فسد صومي آكل وأشرب وانتهى الأمر وأقضي، لا. المتعدي بفطره الذي أفطر بغير عذر أتى كبيرة من الكبائر، وعليه التوبة والاستغفار وأن يبقى ممسكا طول هذا النهار وأن يقضي فيما بعد. نعم. وأيضا الإنسان إذا تسحر، هذه مسألة قد يقع فيها الناس، تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه، فاق استيقظ أكل شرب ظانا أن الفجر ما أذن بعد ما دخل الفجر، ثم تبين له أن الفجر دخل من نص ساعة. هذا قد يحصل لبعض الناس. أو يأتي في ساعة الإفطار يظن أن الشمس غربت، يفطر ثم يتبين له أنه لا، الشمس ما غربت بعد. إذا حصل هذا فما الذي يحصل هنا؟ يفسد الصيام ويجب عليه القضاء، لكن يتابع صيامه. إذا حصل مثل هذا الأمر يتابع صيام هذا النهار ويجب عليه القضاء باتفاق المذاهب الأربعة. نعم، هناك أقوال لبعض العلماء، حتى بعض علمائنا الشافعية كالإمام المزني رحمه الله تعالى من أصحاب إمامنا الشافعي يقول إذا كان يعني أفطر خطأ اجتهد، خاصة في مسألة الغروب الشمس، يعني إذا ظن غروب الشمس لا عن اجتهاد يحرم عليه أن يفطر، لكن إذا اجتهد وغلب على ظنه أن الشمس غربت ثم تبين له الخطأ هذا ما عليه إثم لكن عليه القضاء. الإمام المزني رحمه الله تعالى يقول لا يجب عليه القضاء في هذه الحالة، لكن جمهور العلماء على وجوب القضاء وهو الأحوط. إذا حصل مثل هذا الخطأ فالإنسان يقضي يوما مكانه، لكن بتابع صيام هذا اليوم. نعم. وقلنا أيضا من سبقه ما مضمضة أو استنشاق أو الغسل، في المضمضة والاستنشاق والغسل إذا الإنسان أثناء المضمضة والاستنشاق أو الغسل قد يسبقه شيء من الماء إلى الجوف عن غير قصد خطأ، قلنا الضابط في ذلك عند السادة الشافعية يا إخوان بأنه إذا كان هذه المضمضة والاستنشاق والغسل إن كان مشروعا يعني مشروعا إما واجبا أو مندوبا، غسل جنابي أو غسل جمعة مثلا هذا مشروع، المضمضة والاستنشاق في المرة الأولى الثانية الثالثة مشروعة، الرابعة غير مشروعة، المبالغة في المضمضة والاستنشاق غير مشروعة. إذن المضمضة والاستنشاق المشروعة إذا سبقه ما إلى الجوف لا عن قصد لا يفسد صومه، لكن إذا كان غير مشروعة مثلا يمضمض المرة الرابعة، ليش عم تمضمض المرة الرابعة؟ ليست مشروعة هذه. نعم. ليش عم تبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصائم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فإذا بالغت وحصل خطأ لا، بدك تتحمل نتيجة هذا الخطأ، فلذلك عليك القضاء في هذه الحالة. الغسل إذا كان غسل جمعة أو غسل جنابي وحصل أن خطأ سبقه الماء إلى الجوف، نعم، وهو يصب الماء عليه مثلا، فإنه في هذه الحالة كما قلنا لا يفسد صومه ولا قضاء عليه، طبعا ما لم يفرط في ذلك إن كان يغتسل الغسل المعتاد لكن سبقه شيء من الماء إلى جوفه لأنه غسل مشروع. أما غسل التبرد والنظافي يا أخي أجله مثلا، هذا ليس لازما، ليس مطلوبا على الوجوب أو الندب شرعا، فأجله إلى الليل مثلا. لكن لو اغتسل في النهار نقول الغسل في النهار لغير سبب مشروع لا يفسد الصيام، لكن إذا سبقه شيء من الماء إلى جوفه هنا يفسد صومه. نعم، بعض العلماء كالحنابلة قالوا إن الخطأ مطلقا لا يفسد الصيام، الخطأ مطلقا في دخول شيء إلى الجوف لا يفسد الصيام، لكن الشافعية فرقوا بين ما كان مشروعا وما كان غير مشروع، فالخطأ مغتفر فيما هو مشروع من المضمضة والاستنشاق والغسل. في المبالغة في المضمضة تكون مشروعة بحال واحد لو كان في فمه نجاسة، كما قلنا الآن في مسألة القيء، لو الإنسان غلبه القيء قاء عمدا كما قلنا يفسد صومه بمجرد الاستقاءة، لكن لو غلبه القيء فعليه أن يبادر إلى غسل فمه ويبالغ هنا من أجل
من أجل تطهير فمه من النجاسة. فهنا إذا بالغ وسبقه شيء من الماء عن غير قصد لا يفسد صومه، لأن المبالغة هنا مشروعة. نعم. وأيضا إخواني يغتفر ولا يفسد الصوم بما لو سبقه، لو دخل إلى جوفه غبار طريق، غربلة دقيق. نعم، فهذا مما يشق الاحتراز عنه، فإنه في هذه الحالة لا يفسد صومه بذلك. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.